لأنه ما عاد نفع معهم الحكي الموزون، لك ما بيفهموا، بدك تفوت فيهم دغري. أهلين، شكلك فت بنص العركة، ممتاز. أنا جزرة، وبودكاست من الآخر كوميدي هو العركة بحد ذاتها. هون ما عنا تحضير ولا ترتيب، بنفتح المايك وبننفجر، اللي قلبه قوي يكمل معنا. أول فئة من الكائنات اللي بتشلط جماعة المشي البطيء. تعرفون هدول اللي بيمشوا بالشارع كأنهم عم يتمشوا بحديقة بيت أهلهم. يا أخي الشارع لكل، وراك عالم عنده شغل عنده حياة، بتحسه ماشي وعم بيفكر بأسرار الكون وهو سادد الطريق عليك. بتكون ماشي وراه بدك تولع نفسك تدفشه وتقول لي تحرك يا كائن هلامي، بس طبعا لا، انت لسانه محترم ومؤدب من برا، بس من جوا عم تخطط كيف تتجاوزه بدون ما يبين انك مستعجل لدرجة ممكن تبيع كليتك كرمال حاططين زيادة. وناجي للصنف الثاني اللي بيستاهل جائزة نوبل بالجلطة، جماعة السين ها واتساب. لك بتبغط له رسالة سؤال حياة أو موت، بيفتحها بيقرأها وبتصلك الإشارة الزرقاء اللي بتشعك بنص وشها كأنه عم تقول لك إيه قريتها وشو بدك تعمل؟ ولا شيء. صمت، فراغ. لك يا أخي شو هالخجارة؟ إيه ليش التعذيب النفسي؟ شو ناطر؟ وحي من السماء اللي ترد؟ إذا مشغول اكتب مشغول، إذا ما بدك تطرب لا تفتحها، بس تفتحها وتسكت. هي لحالها بدها حلقة بودكاست خاصة عن فنون الاستفزاز الحديث. الأبطال الحقيقيون هدول اللي بيحكوا على التليفون بصوت عالي بالمواصلات عامة. لك يا عمي كل الباص عرف قصة اطلاق من خالتك، وعرف انك متضايق من ابو احمد تبع الدكان، وعرف انه عندك موعد دكتور بواسير يوم الخميس. نضل شر صوتك واصل لاخر الدنيا كم انك عم تحكي بمايك جامع. يا اخي في شيء اسمه خصوصية، في شيء اسمه سماعات. حط السماعات بوجهن وبعكيها كات ما بدك ووطي صوتك شوي، مو ما تقول كلنا نبلى بمشاهدك العائلية على الصفح. بتحس عيبك قاعد بمسلسل تركيب بس المباشر وما تقدر تطير القناع. المهم هاي كانت مجرد بقطة وبحر الجعلات اللي بتجلطنا يوميا. إذا هالحكي لمسك على سطح حساس عندك وحسيت حالك بقلب الحدث، معناها انت من جماعتنا ولازم تكونوا هون. اقبز على زر الاشتراك الأحمر يلي تحت وفعل الجرس مشان نجلطهم سوا والحلقات الجاية. يلا فرجوني حالكم، اشتركوا بقناة من الآخر كوميدي.